طيب دايما احنا عارفين ان الابتسامه في وش الواحد خير، صدقه. قدم خير هتلاقي خير. لكن ان انت تدلق القهوه فيبقى خير، دي يمكن كانت غريبه شويه، او احنا دايما لما القهوه تدلق يقول لك ايه يا عم ده القهوه خير عادي زي بقى. زي ما يجي يقول لك اما الحمامه تعمل على هدومك يقول لك هتتكسي هتتكسي. هتتكسي. عايزين نبقى نعمل برضو الموضوع ده، مش عارفه. مثلا لما اجي احط شنطتي على الارض يقول لك لا 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 انت كده حاجات كتير جدا. احنا بقى نزلنا الشارع وكاميرا الكافيه نزلت وسلقت سلقت الفرخه ونتفت ريشها، سالت الناس هو ليه دلق القهوه خير. تعالوا نشوف قالوا ايه ونرجع لكم بقى نديكم المعلومه الصح. تعالوا نشوف. ليه ده القهوة خير؟ الله اعلم. ليه يعني ايه السبب؟ لا مش عارف والله. يعني انت ما فكرتش كده مثلا مع نفسك ليه لما القهوة بتدلي بيقولوا انها خير؟ طب وليه الشاي ما يبقاش خير؟ وليه اليانسون ما يبقاش خير؟ لا انا عايز اعرف ليه دلق القهوة خير؟ مش بقول لك دايما القهوة ده خير كده حصل، ليه بقى؟ لا مش عارف والله. ما فكرتش فيها؟ لا ما حاولتش حتى افكر فيها. طب ليه؟ دلق القهوة خير؟ ليه؟ ليه بنقول على دلق القهوة خير؟ لا والله مش عارف. بدعة اكيد. لا دي افتكاسات مصريين يعني عادي، ما فيش لا هي لا خير ولا حاجه. ولا خير ولا حاجة. ولا خير ولا حاجه. يعني مش موقف حصل مثلا فاحنا بنقول لا هو انت دي احنا يعني المصريين بنحب نحور شويه. فعادي يقول لك ده ليه القهوه خير. اقلب مش عارف ايه على ايه يطلع ايه كده يعني. مش عارفه والله ليه ده القهوه خير. انا مش عارفه ليه ده القهوه بالك فين؟ محمد ده القهوه خير ليه؟ اسأل محمد كده. ده القهوه خير ليه؟ خد اتكلم. بقول لك يا محمد ليه ده القهوة خير يا محمد؟ ليه ده القهوة خير؟ ده القهوة خير جربتها يعني؟ انا بذاكر ما جبتش مجموع القهوه اتدلقت كتير وانا بذاكر. فاهم؟ فالحمد لله. ما اعرفش. ايوه ليه فكري كده، حصل لك سبب قبل كده موقف مثلا القهوه اتدلقت فكان خير؟ ما اتدلقتش قبل كده. انا لو عارف اقول لك. افتكاسه. افتكاسه. اه علينا يعني. دي افتكاسه. مش موقف مثلا حصل زمان فاحنا خدناه. هو افتكاسه اغلب افيهات الشعب المصري افتكاسات. ممكن عشان فعلا ما تزعلش لده القهوه. طب عمر القهوه اتدلقت عليكم حصل خير؟ لا. اللي هو مذبحه القلع. ايوه. كانت هي واحد يعني دلق القهوه على لبسه واتاخر. فبس فهي مرة كان اسمه ايه بقى؟ لا طبعا مش هفتكر. ما هو اسمه خير. حاجه طبيعيه. ايوه هي قالت لك في معلومه بس هي المعلومه بس غلط. وانس انها عرفت ان في معلومه يعني ده حاجه كويسه. حاجه حلوه يعني انت تقول لنا المعلومه بقى. انا هقول لكم بقى المعلومه الحقيقيه. هو خير ده شخص. الشخص ده كان شغال خادم في احدى القصور القدامى، الناس العريقه الحلوه دي. فكان لما قافش عليهم فكان الضيوف لما بتيجي كان بيقدم لهم القهوه وبيدلقها عليهم، بيغلس عليهم يعني. فهم سموها دلق قهوه خير. من خير بقى بس هي مع تداولت هو دلق القهوه خير. يعني مش دلق القهوه خير هو اللي دلق القهوه يعني. صباح الخير يعني. يعني خير هو اللي بيدلق القهوه لكن مش دلق، هو دلق القهوه خير. أيوة. فاحنا خدناها بقى احنا طبعا رحنا محرفين ومظبطين وعاملين رحنا قايلين دلق القهوه خير. يعني يمكن شفنا في التقرير مع حضراتكم ان قال لك لا ملهاش حاجه اساسيه او ملهاش معلومه. في واحده اللي انا كنت انا وكريم بنتناقر عليها هي عارفه يعني هي بتقول لك هي في معلومه حلو بس قالت المعلومه غلط. بس ده حاجه بحد ذاته كويس. حاجه كويسه نحمد جدا. ربنا يعني. وقال لك في واحد قال لك اكفي البيت القدر على فمها تطلع البنت لامها. احنا عايزين برضو نعرف اكيد برضو اهو طلع خير صاحب مزاج زينا في الاخر يعني ما تقلقوش يا جماعه. لا يعني احنا في الفقره دي انا عن نفسي بحبها جدا الفقره دي لان فعلا في الاخر هنطلع مع حضراتكم بالمعلومه او باصل الحكايه.